السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم عن React JS السيشن الخاصة بكات ستيشنز. وخلينا يلا نبدأ من غير كلام كتير. طيب، أول حاجة خليني أعرفكم بنفسي. أنا اسمي عمرو مصطفى، والله أنا اتخرجت السنة اللي فاتت من هندسة المنصورة قسم حاسبات ونظم، وحاليا شغال سوفت وير انجينير مع سايبر ديفندرز، تحديدا شغال فرونت اند بفيو جي اس. اشتغلت قبل كده في اكتر من شركه منهم سبكترا جولد، واشتغلت في الجوريزا كباك اند بنست جي اس. كنت قبل كده انترن برضو في الجوريزا فرونت اند بفيو جي اس. وبالنسبه للستودنت اكتيفيتيز فكنت كوردينيتور كات سنه 21 22 وانا في تانية كليه تقريبا. وقبلها كنت سوبرفايزر في الفرونت اند، وفي اخر سنه رابعه كليه كنت ماسك لجنة الفرونت اند في اي تريبل اي في الشابتر الخاص بالمنصورة. تمام. طيب، لو حد بيسمع الحلقة دي وهو لسه طالب لسه بيدرس، فأنصحك جدا إنك تخش student activities. هي واحدة من الحاجات اللي هتغير فيك كتير جدا في فترة الكلية، وهتستفيد منها جدا. تحديدا كات هو الفترة الأفضل بالنسبة لي، وبعد كده ممكن نقول اي تريبل اي وغيره يعني. تمام. طيب، عندي تشانل على يوتيوب اسمها كيب كودنج. ده الكيو ار كود بتاعها لو حابب انك تعمل له سكان. بنزل فيها ويب توتوريالز دي التشانل. تمام. بنزل عن كلام عن الشغل وعن الفرونت اند والباك اند وحاجات كتير خاصه بالويب ديفلوبمنت يعني. فلو مهتم بالكونتنت ده ممكن تعمل سبسكرايب وان شاء الله تستفيد يعني. طيب، دي الكونتاكتس بتاعتي. طبعا اي حد حابب ان هو يكلمني في اي حاجه بعد السيشن فمفيش مشكله. طيب، خلينا نسيت some rules قبل ما نبدأ السيشن. والله أول حاجة، أعتقد مش هتعرف تسألني لأن السيشن ريكوردد، ولكن يعني خليك مرتاح وأنت بتسمع السيشن وخد نوتس، وما تنساش إنك توقف الفيديو وتكتب ورايا دايما وأنا بكتب إيه التاسكات دي. وقف الفيديو كل ما أكتب جزء معين من الكود واكتب ورايا. تمام. طيب، الأجندة بتاعت النهاردة أول حاجة هي الانترودكشن. هندي انترودكشن كده عن رياكت جي اس، بعد كده البيزكس بتاعتها والكومبوننتس والبروبس. هنتكلم عن الستيت والهوكس والليستس والافكتس. تمام. وفي الآخر خالص إن شاء الله هيكون في زي ميني بروجكت كده هعدي عليه ونراب اب السيشن. طيب، خلينا يلا نبدأ. إيه هي رياكت جي اس؟ وات از رياكت؟ قال لك والله رياكت هي عبارة عن جافا سكريبت لايبرري. خلي بالك هنا إن أنا قلت لايبرري مش فريم ورك. ايه الفرق بين الفريم ورك واللايبرري؟ قالك والله الفريم ورك هو حاجه اكبر من اللايبرري. الفريم ورك بيكون شامل حاجات اكتر، لكن رياكت هي عباره عن لايبرري. طيب، فور building the UI عشان تبني بيها اليوزر انترفيس بتاعتك. طيب، هل كون رياكت لايبرري او فريم ورك هل ده هيفيدك في حاجه او هيفرق معاك وانت بتكود؟ الحقيقه انه لا يعني خالص، ولكن خليها معلومه معاك، خليك عارفها. ممكن تسال فيها في انترفيو مثلا. تمام. بس حاجة مثلا زي فيو، حاجة زي انجلر، الكلام ده فريم ورك، لكن رياكت هي عبارة عن لايبرري. مين اللي عملها الجماعة بتوع فيسبوك ميتا حاليا. عملوها في 2011، كانت شغالة بشكل انترنالي جوه فيسبوك نفسه الويب سايت. بعد كده في 2012 دخلت على انستجرام، وفي 2013 في المؤتمر في مايو 2013 اعلنوا عنها ان هي خلاص اوبن سورس والناس تقدر تستخدم رياكت. اعتقد كانت فيرجن 0.3 ساعتها. احنا حاليا في فيرجن 19، فشوف يعني كنا فين وبقينا فين. طيب، واي از رياكت؟ ليه نختار رياكت؟ ده سؤال مهم. ليه نختار رياكت عن الفانيلا جافا سكريبت او النيتيف جافا سكريبت، الجافا سكريبت من غير اي حاجه؟ وليه نختار رياكت عن باقي الفريم وركس؟ دول سؤالين قدامنا. طيب، ليه نختار رياكت عن الجافا سكريبت العاديه؟ قال لك والله ان هي ديكلاراتيف يو اي. يعني ايه ديكلاراتيف يو اي؟ عكس ديكلاراتيف ايه؟ امبيراتيف. يعني ايه امبيراتيف؟ طيب، في الفانيلا جافا سكريبت لو انا عايز اعمل H1 والH1 ده جواه مثلا تكست اللي هو hello world. تمام. بعمل ايه في الجافا سكريبت العاديه؟ بروح والله الاول اكريت element، اقول له create element. element ده عباره عن h1. بعد كده اقول له ال h1 اللي انا كريته ده دوت تكست كونتنت، احط hello world. بعد كده هسلكت البيرنت او المكان اللي انا الكونتينر اللي انا هحط فيه element ده. بعد كده هعمل append. تمام. شايف الستبس عامله ازاي؟ فده كده اسمه امبيراتيف. انا فعليا بمانيبيوليت الدوم بشكل مانوال. تمام. رياكت مش كده. رياكت ديكلاراتيف. يعني ايه؟ يعني انا بس بحط اليو اي في الستيت المعينه دي. بقول له لما يكون الستيت كذا اليو اي المفروض يكون شكله كذا. لما تكون الستيت كذا اليو اي المفروض يكون شكله كذا. ده هيوضح معانا دلوقتي لما نكتب كود. طيب، تاني حاجه ان هي كومبوننت بيزد اركتكتشر. يعني ايه كومبوننت بيزد اركتكتشر؟ يعني كل حاجه في رياكت عباره عن كومبوننت. يعني هنفترض مثلا ان الصفحه اللي قدامي دي معموله برياكت. تمام. ده افتراض يعني. فوالله هيكون عندي الجزء اللي هنا ده كومبوننت، الجزء اللي فيه اللوجو. بعد كده السيرش بار ده كومبوننت. عندي الكفر
الصورة اللي هنا دي component، الجزء اللي هنا ده اللي فيه الانفورميشن ده component، تمام. وكل component عبارة عن nested component، يعني جواه ده components، البطن ده component وهكذا، تمام. كل كارد من دول عبارة عن component، تمام. نفس الكلام في السايد بار هنا. فالصفحة بتكون عبارة عن مجموعة من الكومبوننتس، وخلينا نقول ان احنا بنلزقهم في بعضهم بالسي اس اس بحيث ان هو ايه يظهر عندي الويب سايت او يتكون عندي الويب سايت. فده بالظبط معنى ان هي component based architecture. طيب نرجع للسلايدز تاني. قال لك والله ليه نختار بقى رياكت عن فيو مثلا عن انجلر؟ قال لك اول حاجه ان هي لارج ايكو سيستم. رياكت من الحاجات اللي هي لايبريز كتير جدا، اي حاجه تحتاجها في رياكت هتلاقي في بني ادم عامل لها لايبرري هناك، تمام. فده بيوفر عليه كتير جدا. الكوميونتي بتاعها ليه سبورت جامد جدا، اي ايرور هيقابلك غالبا هتلاقي حد مر بيه قبل كده ومحلول على ستاك اوفر فلو او غيره. بس طبعا حاليا الاي اي تولز يعني ما عادش حد يروح لستاك اوفر فلو. واخر حاجه ان هي تراستد باي التوب كومبانيز، زي ما قلت لك فيسبوك اصلا هم اللي عاملينها، عندك اير بي ان بي، اوبر، نتفليكس، الكلام ده كله بيستخدم رياكت، تمام. طيب اظن كده كفايه عشان نعرف احنا ليه اصلا بنذاكر رياكت. خلينا يلا الكلام اللي بالاحمر ده هيكون حاجه احنا هنimplementها دلوقتي مع بعض في الكود، تمام. خلينا نكريت اول رياكت ابلكيشن ونشوف الفولدر ستراكشر كده نمر عليه سريعا. عشان اكريت رياكت ابلكيشن في 2025 عندي حاجه اسمها فيت. فيت دي هي عباره عن بيلد تول للفرونت اند، تمام. بدون دخول في تفاصيل هروح على فيت وهجيب الكوماند ده. الكوماند ده بيكريت بروجكت جديد سواء رياكت او غيره، بس انا دلوقتي بكريت رياكت، تمام. فاخد الكوماند ده npm create vite at latest وهاجي هنا احطه بالشكل ده. بعد كده اعمل سبيس دوت فورورد سلاش. ليه حطيت الفورورد سلاش دي؟ عشان اقول له اعمله في الكرنت فولدر هنا، تمام. طيب اضغط انتر. بعد كده نختار من هنا رياكت. زي ما انت شايف في اكتر من حاجه، اختار جافا سكريبت واعمل npm install. ممكن تكتب npm i بس بدل install، تمام، عشان يبدا ان هو ينستول الديبندنسيز اللي هي ايه اللي موجوده هنا في الباكج دوت جيسون اللي هي رياكت، يعني في الحاله بتاعتنا رياكت 19 دي الليتست فيرجن، تمام. طيب على ما يعمل انستليشن خليني كده امر سريعا على الكود اللي هنا. اول حاجه الفايل بتاع الفيت دوت كونفيج ده بتحط فيه البلجنز بتاعتك، مثلا لو هتستخدم تيل فبتحط هنا البلجن بتاع تيل وهكذا، تمام. هو الكونفيجريشن بتاع الفيت من الاخر، الكونفيجريشن بتاع البيلد. الريدمي فايل طبعا معروف، الريدمي فايل اللي هو بتحطه على جيت هاب بيكون فيه الانستليشن ستيبس والتك ستاك والفيتشرز وحاجات زي كده. باكج دوت جيسون ده الفايل اللي فيه الديبندنسيز بتاعتك سواء كانت ديف او مش ديف، تمام. index دوت اتش تي ام ال ده الصفحه الاساسيه او الروت اندكس، ده نقطه البدايه للابلكيشن كله. الابلكيشن كله بتاعنا بيبدا من النقطه دي، الاندكس ده. ده هو السنجل بيج ابلكيشن بتاعنا. هنتكلم دلوقتي عن ايه سنجل بيج ابلكيشن او الاس بي اي، بس باختصار هي دي الصفحه اللي فيها كل الابلكيشن بتاعنا بيتحط فيها، تمام. تحديدا جوه الديف اللي واخد الاي دي روت ده. طيب الجيت اجنور دي بتحط فيها الحاجات اللي انت مش عايز تبشها على جيت هاب. المين دوت جي اس اكس ده الفايل اللي بيبدا الابلكيشن بتاعنا، تمام. هشرحه لك دلوقتي. هنا ال CSS الفايل ده بيكون جلوبال، يعني اي ستايلز محطوطه هنا هتنطبق على كل الكومبوننتس. وعندي الاب دوت سي اس اس نفس الكلام، وعندي الاب كومبوننت، تمام. خلينا كده نرن npm run dev عشان نفتح الرياكت ابلكيشن بتاعنا اللي اتكريت. طيب زي ما انت شايف ده الرياكت ابلكيشن في البدايه بيظهر بالشكل ده. عندي هنا كاونتر بيزود بالرقم بالشكل ده، تمام. طيب الاسيتس بتحط فيها الصور بتاعتك، الفونتس وغيره، والبابليك نفس الكلام برضو. طيب يبقى اهم حاجه عندي هي السورس فولدر ده اللي جواه كل الكومبوننتس بتاعتي وكل الاسيتس. خليني يلا نكمل في السلايدز. احنا دلوقتي عدينا على الفولدر ستراكشر وعملنا اول رياكت ابلكيشن اللي هو بالفعل ظهر قدامنا هنا، ده عباره عن رياكت ابلكيشن، تمام. طيب كمل كده في السلايدز معايا. قال لك والله عايزين نقارن ما بين الاس بي اي والام بي اي. ام بي اي اللي هي مالتيبل بيجز ابلكيشن، تمام. لو انا عندي ويب سايت بالطريقه العاديه اللي هي فانيلا جافا سكريبت، الويب سايت ده عباره عن لاندنج بيج، واللاندنج بيج دي فيها مثلا اباوت، فيها سيرفيسز، وفيها فيتشرز، وفيها كونتاكت، تمام. 5 صفحات مختلفين. فايه اللي بيحصل بالطريقه العاديه من غير رياكت؟ والله بعمل 5 اندكس او 5 HTML بيجز، بعمل about.html services.html features.html نفس الكلام، تمام. طيب يبقى كده مالتيبل بيج. لما بروح في الناف بار وبضغط على about.html اللي بيحصل بروح انادي على السيرفر بقول له والله انا بريكوست منك دلوقتي الفايل اللي اسمه about.html. السيرفر بيرجعه لي
وبيرندر عندي على الويندو. طيب في حالة ال SPA أنا عندي اندكس واحد بس. أنهي اندكس؟ اللي أنا وريته لك هنا ده. تمام؟ يبقى أنا عندي اندكس أو HTML واحد بس، وكل البيجز بتظهر هنا. بتظهر إزاي؟ بشرحها لك دلوقتي. طيب خليني برضو أشرح لك الجزء اللي هنا ده. إيه اللي بيحصل هنا؟ أنا بروح والله بقول له كريت الروت إيليمنت بتاعي، كريت روت. تمام؟ بقول له سيلكت، هنا بعمل سيلكت أهو للإيليمنت اللي واخد الأي دي روت، اللي هو فين؟ اللي هو الديف ده، الديف اللي واخد الأي دي روت ده. بقول له ريندر، تعالى كده هنا، بقول له ريندر الاب كومبوننت. انهي اب كومبوننت؟ اللي هو ده، اللي هو البيرنت كومبوننت اللي جواه كل الابلكيشن بتاعي، اللي جواه كل الكومبوننتس بتاعتي والبيجز بتاعتي وكل حاجه. بقول له ريندر الاب كومبوننت جوه الديف اللي هو واخد الاي دي روت. فاللي بيحصل باختصار في المنطقه اللي هنا دي ان هو بيروح للاب كومبوننت ده، واي حاجه جواه بيروح يحطها فين؟ يحطها هنا جوه الديف هنا. تمام؟ هنا في المنطقه دي. فده اللي بيحصل. لو احنا دلوقتي جينا هنا على البراوزر وفتحنا والله الانسبكت نشوف كده الاليمنت سوا، هتلاقي عندك ايه؟ هتلاقي عندك جوه البودي ديف واخد الاي دي روت، وجواه محطوط ايه؟ كل الديفز بتاعتي وكل الكومبوننتس وكل الدوم تري بتاعتي. تمام؟ طيب اظن دلوقتي بقى واضح الفايل ده بيعمل ايه بالظبط. انت غالبا مش هتعدل فيه، ولكن ايه، حبيت افهمك برضو اللي بيحصل يعني behind the scenes. طيب يبقى احنا كده استفدنا ايه من السنجل ابلكيشن ده؟ استفدنا والله ان احنا في رياكت عندنا صفحه واحده بس، عندنا اندكس واحد بس، وبالتالي لو انا عندي اكتر من صفحه، عندي about وعندي services وعندي غيره، كل صفحه من دول ليها حاجه اسمها component. المره دي مش HTML منفصل، لا هي component، والكومبوننتس ده بيرندر بس من غير ما اروح انادي على السيرفر ويجيب لي HTML، وبالتالي عندي faster navigation. الموضوع المره دي بقى اسرع وبقى اسهل كمان. تمام؟ smoother UX. طيب هنتكلم بس عن الجي اس اكس والفيرتشوال دوم. الجي اس اكس اللي هو ايه؟ قال لك والله لو جينا كده على الاب كومبوننت ده اللي هو نقطه الانطلاق بتاعت الابلكيشن بتاعي، هتلاقي عندي ان هو عباره عن فانكشن. الكومبوننت ده عباره عن فانكشن عاديه جدا اهي، بتريتيرن شويه HTML. صح؟ الحقيقه انه مش صح، دي مش HTML، ده اسمه جي اس اكس. يعني ايه جي اس اكس؟ جي اس اكس اختصار لجافا سكريبت اكس ام ال. يعني ايه؟ ممكن نقول ان هي HTML بس عليها شويه اضافات. اضافات زي ايه؟ اول حاجه تاخد بالك منها ان الكلاس اسمه كلاس نيم هنا بالشكل ده. تمام؟ عندك برضو لو الليبل مثلا في ال HTML بياخد حاجه اسمها فور، صح؟ هنا بياخد حاجه اسمها HTML4. تمام؟ حاجه كمان تاخد بالك منها ان انت تقدر تحط جافا سكريبت اكسبريشنز هنا بين كيرلي براكتس، بتفتح كيرلي براكتس وتحط ايه؟ اي فاريبلز بالشكل ده. ده ما ينفعش يحصل في النيتف HTML. مظبوط؟ طيب يبقى احنا نقدر نعمل اكسبريشنز، نقدر نستخدم الكلاس نيم بدل الكلاس، عندنا ال HTML4 بدل ال HTML، وفي شويه اختلافات بسيطه كمان بس دول اهمهم. فاللي هنا ده اللي بيرجع من الكومبوننت اسمه جي اس اكس. الجي اس اكس ده هو اللي بيرندر ايه في البراوزر عندي. تمام؟ يبقى ده كده الجي اس اكس، وعرفنا ان هو مش ال HTML، هو HTML وعليها شويه اضافات. طيب الفيرتشوال دوم والديفنج والريكونسيليشن، عايزين نتكلم عن الكونسبت ده. ايه اللي بيحصل دلوقتي لما انا هنا باجي في البراوزر واضغط على الكاونت؟ فالكاونت ده بيبقى واحد، بعد كده بضغط بيبقى اتنين، كاونتر بيزيد. ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله احنا عندنا الدوم العادي اللي هو الايه، اللي هو الدوم تري. ايه هي الدوم تري؟ اللي انا لو فتحت هنا الاليمنت، شويه الاليمنتس اللي هنا دي اسمها الدوم تري. تمام؟ ده الريل دوم بتاع البراوزر. طيب رياكت بتتعامل ازاي لما انا بيكون عندي اتنين هنا وبضغط فبتبقى تلاته؟ هل بيروح على الدوم ويقارن كل الاليمنتس اللي في الدوم دي يشوف ايه اتغير وايه لا، ويعمل لها ابديت مره تانية، يعمل لها ريرندر؟ الحقيقه انه لا، مش ده اللي بيحصل. اللي بيحصل ان رياكت عندها حاجه اسمها الفيرتشوال دوم، الدوم اللي مش حقيقي، تمام، الافتراضي. الفيرتشوال دوم ده هو عباره عن كوبي من الدوم بس لايت ويت، خفيفه شويه، تمام، حاجه اخف واسرع. فرياكت بتروح للفيرتشوال دوم ده، هو عباره عن سناب شوت للحاله الحاليه. يعني اكني واخد سكرين شوت من دي، تمام، اكني بص اكني عملت كده بالظبط، سكرين شوت اهي، تمام، قمت واخد سكرين شوت من الحاله دي. ده كده الفيرتشوال دوم عندي اللي هي الصوره دي. تمام؟ طيب لما انا ضغطت 4 ايه اللي هيحصل؟ هياخد سكرين شوت تاني، هيعمل كده، هياخد سكرين شوت تاني، هيشوف الصورتين اللي هو خدهم دول، الاثنين سكرين شوت دول او سناب شوت. تمام؟ هيشوف ايه الفرق ما بينهم. ايه الفرق ما بينهم؟ الرقم اللي هنا ده بس كان مره 3 وبقى 4 في الصوره التانيه. فهيروح يابديت بس الجزء اللي هنا ده، الجزء اللي اتغير بس اللي هو التكست اللي من 3 هيبقى 4،
وبالتالي هيقوم رايح يابديت على الريل دوم بتاع البراوزر. تمام، فهو هنا وفر برفورمانس كتير جدا، وفر موضوع الري ريندر او الكالكوليشن، ان هو يكالكوليت كل الدوم بتاعي، كل الريل دوم. ده مش بيحصل، هو بس بيكالكوليت او بيابديت الجزء اللي محتاج يتغير. عارف منين الجزء اللي محتاج يتغير؟ بالفيرتشوال دوم. الفيرتشوال دوم عرفه عباره عن سناب شوت اكنها رسمه او لوحه، عرفه ايه الجزء بس اللي اتغير، وراح عمل له ري ريندر مره تانية، اللي هو الجزء اللي هنا ده. تمام. تمام. طيب خلينا نشوف الكلام ده. بيقول لك لما بتابديت الستيت اللي هي رقم 4 بقى 5 ستيت حاليا، خلينا نقول اللي هي الفاريبل يعني كاونتر. تمام، الكاونت كان بزيرو بقى بواحد، كان بتلاتة بقى باربعة. فلما بتابديت الستيت بيقول لك رياكت بتري ريندر كومبوننت، الاب كومبوننت بيري ريندر مره ثانيه. رياكت بتعمل ايه؟ بتاخد زي سكرين شوت اللي هو الفيرتشوال دوم، وبتكمبير النيو بالبريفيوس، بتشوف السناب شوت دي اتغيرت عن اللي قبلها في ايه بالظبط. تمام، وبتشوف المينيمم تشينجز تو بي دون، التشينجز اقل حاجه اتغيرت او اقل تغيير، وتروح بقى تاثر بالتغيير ده بس على الريل دوم. تمام، فنقدر نقول ان رياكت updates only what needs to be changed، حاجات بس اللي اتغيرت هي اللي تروح تعمل لها ابديت. تمام، فده كونسيبت اسمه الريكونسيليشن، مهم تكون عارفه، مهم تكون عارف يعني ايه فيرتشوال دوم، لان دي اسئله مهمه جدا في اي انترفيو، غالبا بيكون اول سؤال يعني في الرياكت انترفيو. تمام. طيب نتكلم بقى دلوقتي عن الكومبوننتس. قال لك والله الكومبوننتس في منها نوعين، في منها حاجه اسمها كلاس كومبوننت، في حاجه اسمها الفانكشنال كومبوننت او الفانكشن كومبوننت. انا دلوقتي هركز معاك على الفانكشنال كومبوننت. ليه؟ لان الكلاس كومبوننت ما عادتش خلاص مستخدمه من تقريبا 2019 يعني، ولكن خليك عارف ان في حاجه اسمها كلاس كومبوننت. يعني اول ما بدات اذاكر رياكت كان ساعتها كلاس كومبوننت كنت بدات بيها. ساعتها كانش في اصلا حاجه اسمها فانكشنال كومبوننتس، ما كانش فيه لسه الهوكس، كانت لسه ظاهره جديد. فانت ممكن تحتاج كلاس كومبوننتس في حاله واحده بس، ان انت شغال على ليجاسي كود. تمام، فساعتها ممكن تحتاج تروح تذاكر الكلاس كومبوننت مكتوبه ازاي يعني. فخليك عارف ان في حاجه اسمها فانكشنال كومبوننت وكلاس كومبوننت. في تصنيف تاني برضو للكومبوننتس، حاجه اسمها stateful components وستيتلess، او smart component ودump component. الستيتفول اللي هي بيكون فيها state، يعني خلينا نيجي هنا كده، الكاونتر ده عباره عن stateful component. ليه؟ لان في state، في حاجه انتراكتيف، في حاجه بتتغير. لكن التكست اللي هنا ده dump component. ليه؟ لانه عباره عن تكست مش بيتغير، مفيش فيه اي state، stateless. تمام، فده تصنيف برضو للكومبوننتس. طيب يبقى الكومبوننت عباره عن ايه؟ عباره عن فانكشن بتريتيرن جي اس اكس. احنا شفنا ده فعلا في الاب كومبوننت. خلينا يلا نعمل التشالنج اللي هنا ده. بقول لك والله كريت 3 كومبوننت، هيدر ومين وفوتر، واستخدمهم جوه الاب. بعد كده اعمل كومبوننت ايه بيرندر اسمك واستخدمه جوه المين كومبوننت ده. تمام، فخلينا يلا نعمل الكلام ده. هروح والله هنا جوه السورس. تمام، ممكن نعمل فولدر اسمه كومبوننتس بالشكل ده. بعد كده هعمل فايل اسمه header.jsx. دوت جي اس اكس خلي بالك. تمام، لو بتستخدم تايب سكريبت هتكون دوت تي اس اكس. بعد كده هعمل ار اف سي اي، دي سنيبت موجوده هنا لو عملت الاكستنشن اللي هي اسمها رياكت. اعمل انستليشن للاكستنشن دي. تمام، عشان تقدر تستخدم السنيبتس اللي هي ار اف سي اي، فيكريت لك الكومبوننت على طول بالشكل ده. تمام، انا هفترض دلوقتي ان ده ايه، ده الهيدر بتاعي بالشكل ده. خلينا يلا نعمل ايه كمان. هعمل كومبوننت تاني اللي هو الايه، المين دوت جي اس اكس بالشكل ده. طيب وهعمل كومبوننت اخير اسمه footer دوت جي اس اكس بالشكل ده. بعد كده اقول لك تعالى استخدمهم جوه الاب كومبوننت، وبالتالي محتاج ان انا امسح كل حاجه جوه الاب كومبوننت، وهاجي هنا ايه استخدمهم بالشكل ده واعمل لهم امبورت. تمام. طيب خلي بالك من حاجه، ان في رياكت او في الكومبوننتس عموما ما ينفعش ترجع باكتر من حاجه. يعني ايه؟ يعني لو انا مسحت الديف اللي هنا ده زي ما انت شايف كده في ايرور، ما ينفعش ارجع بثلاث حاجات، لازم ترجع بحاجه واحده بس. فحل المشكله دي ايه؟ انك تحطهم في ديف يعني باختصار. او في حاجه تانية اسمها رياكت فراجمنتس. يعني ايه رياكت فراجمنتس؟ انك هتكتبها بالشكل ده، هتفتح تاج وفاضي يعني مش هتحط اي حاجه جواه بالشكل ده، وتراب بيه اللي انت محتاجه. تمام، او الطريقه القديمه بتاعتها ان انت فعليا بتكتب رياكت دوت فراجمنت بالشكل ده، هي. تمام، فاسهل حاجه يعني انك ايه، يا اما تحطهم في ديف لو محتاج الديف ده، مثلا تحط عليه كلاس كونتينر او حاجه، او هتحط فراجمنت بالشكل ده. ده اسمها كده رياكت فراجمنت. تمام، يبقى الجي اس اكس لازم يريتيرن، او الكومبوننت لازم يريتيرن
بيرنت واحد بس او element واحد بس. طيب احنا كده عملنا اول جزء من التشالنج، خلينا نشوف الجزء الثاني. بيقول لك والله اعمل كومبوننت بيرندر يور نيم واستخدمه جوه المين. تمام. طيب هعمل كومبوننت هنا هسميه مثلا ايه، hello name دوت جي اس اكس. خلي بالك من الاسم او النيمينج كونفنشن بتاع الكومبوننت ان هي بتكون ايه، اول حرف في كل كلمه عباره عن كابيتال. تمام. طيب هعمل كده واقول hello ايه، رو عمرو. حلو الكلام. طيب هستخدمه جوه المين، فهاجي هنا جوه المين كده واعمل ايه، import بالشكل ده. طيب تعالى كده نشوف ايه اللي ظهر عندنا، نعمل ريفرش. طيب عندنا مشكلة، خلينا نشوف الكونسول. طيب تعالى هنا جوه المين. نمسح ده. محتاج ان انا اعمل لها named export بالشكل ده. تمام. طيب يبقى انا عندي الهيدر، عندي بعد كده المين اللي هو جواه هلو عمرو. تمام. بعد كده عندي الفوتر. فده التشالنج اللي كان مطلوب، احنا كده خلصناه. طيب ممكن توقف الفيديو هنا تعمل التشالنج وترجع تاني نكمل معايا. عندنا بعد كده حاجه اسمها البروبس. البروبس هي عباره عن ايه، دلوقتي هفترض ان انا محتاج اعمل كومبوننت تاني بيقول هلو احمد مثلا. تمام. فهل هروح اعمل كده، هعمل كومبوننت اسمه هلو احمد دوت جي اس اكس. بعد كده هعمل كده واقول له هلو احمد واجي استخدمه هنا جوه المين بالشكل ده. طيب هل ده يشتغل؟ اه اشتغل فعلا. طيب افرض انا عايز اعمل محمد، عايز اعمل محمود، وعايز اعمل 10 اسامي كمان، هعمل ايه؟ هل هروح اعمل 10 كومبوننت بنفس الشكل؟ اكيد مش هعمل كده، صح؟ طيب هعمل ايه، هباصي بارامتر، مش الكومبوننت ده عباره عن فانكشن، هباصي بارامتر اللي هي النيم، والنيم بس هو اللي بيتغير مش اكتر. تمام. فهعمل الكومبوننت بتاعي مره واحده بس، خلينا يلا نمسح اللي هو احمد ده. الكومبوننت بتاعي اسمه هلو نيم. تمام. والله خلاص هلو نيم ده اخليه بيستقبل بارامتر بالشكل ده، البارامتر ده اسمه بروب. تمام. واجي استخدمه مره تانية كده وابصي له احمد. تمام. هو نفس الكومبوننت بس بقى ببصي له بارامتر. طيب محتاج ان انا استقبل البارامتر ده من جوه، فاستقبله بالشكل ده. تمام. يبقى هي دي البروبس. ممكن اعمل ايه، ممكن اشيل ده كده واعمل دي بروبس واقول له هنا ايه بروبس دوت نيم، هي بالظبط. بس أنا الاسهل يعني او الاوفر ان انا بعمل ايه، هنا بعمل اوبجكت ديستراكشن، دي حاجه خاصه بالجافا سكريبت انت عارفينها كده كده. بعمل اوبجكت ديستراكشن وايه بستخدم النيم هنا على طول كده. فدلوقتي اللي حاصل ايه، ان انا عندي كومبوننت واحد بس مره بيشتغل. خلينا بقى نشيل اللي هو احمد من هنا من المين. طيب عندي كومبوننت واحد بس، مره بيقول هلو عمرو ومره بيقول هلو احمد. لو عايز اعمله 10 مرات فخلاص مفيش مشكله، هقعد انزل تحت بعض كده وباصي ايه الاسماء اللي انا محتاجها بالشكل ده. تمام. كومبوننت واحد بس. فهي دي البروبس باختصار، هي البارامترز بتاعه الفانكشنز او بتاعه الكومبوننتس. تمام. طيب بيقول لك خلي التشالنج ده احنا خلاص عملناه اصلا. بيقول لك خلي الكومبوننت اللي هو بتاع اللي بيعرض اسمك خليه يعرض ايه multiple names، يعني اسماء مختلفه. فاحنا خلاص عملنا التشالنج ده. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها الايفنتس، اللي هي الايفنت listener في الجافا سكريبت العاديه، اللي انت والله بتقول له اد ايفنت listener كليك مثلا او تشينج او ماوس انتر ماوس اوت، الحاجات دي كلها كي اب كي داون. تمام. فهنا برضو في رياكت انت محتاج، فالكونفنشن بتاعها ان انت بتقول اون كليك اون تشينج اون اي حاجه اون ماوس انتر. تمام. طيب بيقول لك ايه اد ايفنت listener عشان لما تكليك على النيم ده تقول هلو والنيم ده في اليرت. طيب خلينا نعمل الكلام ده. هاجي والله على هلو نيم كومبوننت ده وهضيف هنا ايه اون كليك، بتتكتب بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. في ايفنت listeners كتيره جدا، في اون دبل كليك. تمام. فاقول له هران ايه، هران هنا فانكشن. تمام. اللي هو الاون كليك اللي هو الايفنت listener، انت بتران فانكشن زي ما بتعمل بالظبط اد ايفنت listener كليك بتبص لها بعد كده ايه فانكشن. تمام. فتقول له اون كليك اعمل اليرت وقول له لو نيم اللي هو النيم اللي جاي منين، اللي جاي من البروب. تمام. فانا لما اضغط والله على عمرو هلو عمرو. طيب خلينا نضغط على علي كده، قال لك هلو علي. فهنا تاخد بالك من حاجه، ان كل كومبوننت هو ليه النيم بتاعه هو. تمام. النيم ده او البروب دي بتختلف على حسب الكومبوننت، كل كومبوننت ليه الفيرجن بتاعته من البروبس. تمام. ده منطقي.
طيب خلّينا نبُص للصفحة اللي قدامنا دي وتقدر تقول لي إيه هي الحاجة اللي هنا واخدة props مختلفة؟ بالضبط، لو أنت قُلت الcards بتاعة الvideos فأنت صح. الcard ده هو نفس الcard، هو نفس كل حاجة بالضبط، نفس الviews الdate الكلام ده كله، بس الvalues نفسها متغيّرة، فخلاص يبقى الvalue اللي هي 2 weeks دي، ده عبارة عن إيه، عن prop. العدد الviews ده عبارة عن prop، الtitle الthumbnail عبارة عن props، الlinks بتاع الفيديو prop تمام، بس الcard نفسه هو نفس الcomponent. فإحنا بنعمل component مثلًا اسمه YouTube card بنبص له الprops بتاعته المختلفة بنرندرها بالشكل ده، تمام؟ تمام. طيب هنا break خلاص خلّينا نكمّل. هنتكلم بعد كده عن الuse state. إيه هي الstate؟ الstate هي عبارة عن الvariables اللي في الجافا سكريبت العادية، تمام؟ عشان نعرّف state نعرّف variable في الجافا سكريبت العادية بنستخدم الconst أو الlet أو الvar. طيب عشان نعرّف state بنعرّفها بالشكل ده constant بعد كده state والset state. عندنا حاجة اسمها الuse state ده عبارة عن hook، تمام؟ الhooks كلّها في react بتكون use state use ref use callback use memo، تمام؟ كلّها بتبدأ بكلمة use بالشكل ده use effect. وهنحط هنا إيه، بنحط هنا الinitial value. طيب خلّينا نشوف الكلام ده، بيقول لك والله create counter الplus والminus buttons بتاعته ومش بينزل أقل من 0 يعني مش بيوصل للminus. خلّينا نشوف الكلام ده. طيب لو جيت هنا خلّينا بقى جوّه إيه، جوّه الmain هنا ممكن نعمله. أفترض إن أنا دلوقتي هاعرّف الstate بتاعتي، هاقول له count set count وأبدأ من إيه، من 0 ده الinitial value بتاعتي، تمام؟ هimport الuse state من react وهاجي هنا أقول له والله أهوّة أعمل إيه، أعمل button جواه plus وbutton جواه minus، تمام، وأحط الevent listener بتاعتي وأقول له set count لمّا أضغط على اللي هو الplus الbutton بتاع الplus set count plus 1 أزوّد 1 على الcount ده، لو هو ب1 هيبقى ب2 تمام. طيب خلّينا بس إيه نimport use state بالشكل ده، تمام، والminus نفس الكلام بس هاminus. طيب خلّيني أشرح لك الجزء اللي هنا ده. use state عبارة عن إيه، عبارة عن hook. يعني إيه hook؟ يعني function بتreturn مجموعة حاجات، يعني اعتبر إن هي function بتreturn array. الarray ده جواه حاجة اسمها count وجواه حاجة اسمها set count، فأنا باعمل لها إيه، باعمل لها هنا destruction زي ما عملت بالضبط إيه destruction للobject هنا، فأنا هنا باعمل destruction للarray. باdestruct أو باستخرج الحاجات اللي أنا محتاجها اللي هي الcount أو الvalue دي اللي هي الcount اللي هي الvariable بتاعي. تاني حاجة هي عبارة عن function بupdate بيها الvariable بتاعي، تمام، ودايمًا معروف الconvention ده count set count. لو مثلًا اسمها x فهتكون set x y set y، تمام. طيب فدي الفكرة من الline اللي هنا ده، أتمنى يكون واضح. أنا دلوقتي عندي البلس لما باضغط عليها بيزود الرقم، الماينس بينقص فعلًا. طيب بُص كده هتلاقيه بيوصل لحد إيه، بينقص عن بيوصل للماينس بينقص عن الزيرو. فأنا لو باختصار يعني لو أنا مش عايزه يوصل للزيرو فآجي هنا أضيف condition بسيطة أقول له لو الcount بيساوي زيرو return بس، يعني ما نكملش الfunction بالشكل ده. خلينا كده نجرب مرة تانية، نعمل refresh. زي ما أنتم شايفين كده أنا باضغط ماينس مش بينقص، البلس بيزود، الماينس بيوصل لزيرو بيقف. خلينا نعمل حاجة كمان أحسن، إن أنا هاجي هنا على البutton ده أقول له disabled. البutton عنده variable عنده حاجة خاصية اسمها disabled، أقول له disabled لما الكاونت بيكون بيساوي إيه؟ زيرو. لو الكاونت بيساوي زيرو خلاص يعني ما تخلينيش أصلا أضغط عليك، فاهمين؟ تمام؟ طيب حلو الكلام. conditional rendering هو إن أنا برندر حاجة بناء على condition معين، لو condition ده بترو هرندرها، لو بفولس هرندر حاجة تانية مثلا، تمام؟ فخلينا طيب نجرب الكلام ده. خلينا نجرب إن أنا دلوقتي لو الكاونت بيساوي مثلا خلينا نقول لو الكاونت بيساوي 5. خلي بالك أنا باستخدم expressions أهي، دي عبارة عن جافا سكريبت أي حاجة بين curly brackets. ده مش بيحصل في الHTML العادية، ده بيحصل في الJSX. فأنا باقول له لو الكاونت بيساوي مثلا بيساوي 5 فاظهر لي مثلا إيه، حاجة زي كده، اظهر لي الباراجراف ده مثلا، تمام. فبنستخدم إيه، بنستخدم الdouble and بالشكل ده. طيب لو أنا عايز أعمل، خليني بس الأول أوريها لكم هنا. لو الكاونت بيساوي 5 فأنا أول ما وصلت 5 ظهر لي فعلًا الباراجراف، أول ما أزيد أو أنقص عن 5 بيختفي، تمام. فده الconditional rendering. طيب لو أنا عايز أعمل يعني else if else، تمام، أقدر أعمل كده عادي، هاعمل كده، هاحط ternary operator بالشكل ده، هاقول له لو كذا اظهر كذا، العكس اظهر كذا، تمام. فطول ما أنا 6 أو أي حاجة غير ال5 ظاهر لي كلمة not، لو وصلت ل5 بيظهر لي الmessage دي، تمام.
فالموضوع بسيط يعني، انت عندك اكسبريشن، الكلام ده كله جافا سكريبت عادية جدا. هو ده الكونديشنال ريندرنج. تمام. طيب بعد كده جزء مهم وهو الكنترولد كومبوننت. خلينا نتكلم عن الفورم شويه. لو انا محتاج اعمل فورم، بيقول لك خلي الانبوت ده ياخد الاسم او النيم بتاع اليوزر وبيظهره ايه بشكل لايف وانت بتكتب. تمام. فهعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي والله هنا اعرف انبوت. الانبوت ده بيقول انتر يور نيم. تمام. محتاج ان انا اعرف ستيت. تمام. اي حاجه زي الفاريبل في الجافا سكريبت، اي حاجه هنا هعرفها في ستيت. الستيت دي عشان اربطها بالانبوت عندي حاجتين لازم احطهم. اول حاجه اسمها الفاليو، تاني حاجه اسمها الاون تشينج. عشان كده بنسميها التو واي بايندنج. يعني ايه؟ يعني ببايند الستيت بالانبوت ببايند يعني بربط. تمام. وبربط الانبوت بالستيت من الناحيتين، فبتعمل زي سايكل كده. تمام. فبستخدم الفاليو بالاون تشينج. اي انبوت او تكست اريا او سيلكت او اي حاجه انبوت، اي حاجه بتتحط جوه الفورم لازم تحط عليها الفاليو والاون تشينج مع بعض. ده التو واي بايندنج. تمام. فبقول له الاون تشينج يعني لما يغير كل كاركتر طول ما انا بكتب مع كل كي ستروك. تمام. كل ما بغير الفاليو بتاعت الانبوت ده. سيت النيم زي ما انت واخد بالك اهو. سيت النيم انا بادئ بامتي سترينج. سيت النيم بايه؟ بالاي دوت تارجت دوت فاليو، يعني بالفاليو بتاعت الانبوت ده. تمام. والفاليو هنا حطيتها بايه؟ بالنيم، بالقيمه بتاعت الفاريبل نفسه. تمام. طيب خلينا كده نجرب بقى ايه. هو دلوقتي طبعا شغال عادي هيكتب بس مش هيظهر. انا عايز بقى يظهر النيم ده. فهعمل ايه؟ هعمل هنا ديف والله واقول له اللي هو نيم بالشكل ده. وبالتالي طول ما انا بكتب هنا زي ما انتم شايفين كده بكتب الحاجه وتتعرض على طول بعد كلمه هلو بشكل لايف. هو ده اللي كان مطلوب. تمام. يبقى التو واي بايندنج مع الفورم اليمنتس تستخدم الفاليو بتستخدم الاون تشينج مع بعض. تمام. طيب حلو الكلام. دي كده اسمها كنترولد كومبوننتس او كنترولد فورم. واحد من الاخطاء الشائعه جدا انك تحاول تميوتيت الستيت بشكل دايركت. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا بدل ما تعمل set كاونت تستخدم اللي هي الابديتر فانكشن دي بتحط جواها الكاونت زائد واحد. خلي بالك هنا ان انت ممكن تباصي فانكشن دي بتستقبل منك البريفيوس وتعملها كده. هتشتغل بنفس الطريقه بالظبط. بريفيوس فاليو يعني الايه؟ يعني الكاونت في قبل ما انا اضغط على طول. تمام. هي بالظبط. المهم ايه هو الخطأ؟ ان انت اصلا مش هتستخدم دي، هتقوم راح شايل الكلام ده وتقول لي كاونت استخدم الستيت على طول بلس بلس. طبعا زي ما انت شايف في ايرور هنا اصلا. تمام. بغض النظر ان هو كونستنت يعني، ولكن انت ما ينفعش تابديت الستيت بشكل دايركت بالشكل ده. تمام. في فانكشن مخصوص عشان تابديت الستيت بتاعتك. فده خطأ شائع خلي بالك منه. طيب هنتكلم دلوقتي عن الليست. لو احنا عايزين نماب على ليست، افترض هنا ان انا عندي زي ما قلنا الكومبوننت بتاع هلو نيم ده. تمام. انا عندي اكتر من مره. هل برضو منطقي ان احنا نكتبه؟ يعني لو عندي مليون اسم هكتبهم مليون اسم تحت بعض كده؟ مش منطقي صح؟ او لو الاسماء دي راجعه لي من داتابيز مثلا. تمام. فالحل ايه؟ الحل ان انا اعمل اري. الاري ده غالبا بيكون داتا راجعه لي من داتابيز يعني. اعمل اري واحط جواه النيمز بتاعتي. تمام. وهنا هعمل كده هماب على النيمز دي واقول له والله كل نيم بسيط جوه الايه، اعمل له كومبوننت يعني ريتيرن كومبوننت مخصوص جوه النيم. خلي بالك ان ده برضو اكسبريشن جوه الجافا سكريبت او جوه الجي اس اكس. تمام. هعمل كومبوننت لكل نيم. فدلوقتي هي نفس النتيجه بالظبط اه. تمام. في سطرين ثلاثه بس بدل ما كنت عاملها 10 مرات. لو عندي بقى النيمز دي مثلا ليست راجعه لي من داتابيز فيها مليون اسم هتتعرض بالشكل ده. تمام. طيب ايه هو الكي ده؟ لو ناخد بالنا كده هنلاقي حاجه اسمها كي. قال لك والله لو تفتكر معايا كده الفيرتشوال دوم بيحتاج يعرف بالظبط ايه اللي اتغير، انهي جزء بالظبط اللي اتغير. فالكي ده بيساعد رياكت ان هي تoptimize او تعرف بالظبط ايه اللي اتغير في الليست دي. تمام. الكي ده اول حاجه اليونيك، لازم تكون حاجه مميزه لكل ايتم. طيب هل انا عندي هنا حاجه مميزه لكل ايتم؟ الحقيقه لا، ما اقدرش استخدم النيم لان عندي احمد متكرر اكتر من مره. عندي اسماء متكرره فمش هعرف استخدم النيم نفسه. فبنفتكر كده مع بعض في الماب والهاير اوردر فانكشنز، الماب والريديوس والفلتر. انت عندك حاجه اسمها الاندكس بتكون السكند بارامتر فاستخدمناها هنا ككي. تمام. هنا مفيش مشكله لان الليست دي مش بتتغير فانا استخدمت الاندكس. الاندكس دايما مش هيتغير. الليست دي ستاتيك مش بيحصل لها ري اوردر، مش بديليت ايتم معين، مش بديليت نيم، مش باد عليها. تمام. ولكن خلي بالك امتى يكون ده باد براكتس انك تستخدم الاندكس ككي. لو بالعكس، لو الليست دي هتتغير هيحصل لها ري اوردر هتضيف عليها بتميوتيت على الليست باي شكل. تمام. فما ينفعش ساعتها تستخدم الكي. طيب هستخدم ايه؟ غالبا هيكون راجع لك ده زي اوبجكت مثلا كده.
من الداتابيز وبيكون راجع لك الاي دي من الداتابيز، صح؟ حاجه زي كده مثلا، خلينا نقول ان ده الاي دي بالشكل ده. تمام. فساعتها انت هتعمل ايه؟ هتستخدم النيم دوت اي دي، يعني بافتراض ان النيمز دي اللي هي الايتمز. تمام، خليه بقى ايتمز المره دي، راجع لك من الداتابيز. هتقول له ايتمز، كل ايتم هتستخدم الايه الاي دي بتاعه، وتباصي النيم بتاعه هنا بالشكل ده. تمام. يبقى احنا دلوقتي ما استخدمناش الكي، استخدمنا الاي دي اللي احنا ضامنين متاكدين من الداتابيز اصلا ان هو راجع ايه برايمري كي، فهو دايما يونيك وراجع بشكل يونيك وراجع دايما يعني. تمام. طيب حلو الكلام. هنختم دلوقتي باليوز افكت هوك. اليوز افكت هوك تستخدم عشان اي افكت. يعني ايه افكت؟ يعني بسبسكرايب على حاجه معينه، بمعنى ان انا مستني لما فاريبل معين يتغير فهعمل حاجه معينه في افكت، في تاثير هيحصل. تمام. اشهر مثال على اليوز افكت هو حاله الايه حاله الاي بي اي كول. ان انت تستخدم، محتاج اول ما تخش البيج معينه، اول ما اخش على الهوم بيج هنا، والله هجيب من اند بوينت معينه، مثلا هجيب ليست من النيمز دي وهعرضها عندي. تمام. هعمل كده ازاي؟ خلينا نستخدم اللي هو ايه، اعتقد اسمه جيسون بليس هولدر، حاجه زي كده. تمام، بالظبط هو ده. خلينا نستخدم الليست دي، الليست بتاعت التولوز، في ليست بتاعت يوزرز اعتقد برضو. أم، طيب اليوزرز اللي هنا دي. تمام. افترض ان انا دلوقتي ايه محتاج انادي الاند بوينت اللي هي دي بشكل جيت. تمام. فهقول له هنا use effect import use effect من react. هقول له fetch. تمام. الاند بوينت اهي. بعد كده هعمل ايه؟ الكلام ده كله جافا سكريبت فانا مش محتاج اشرحه يعني. بس خلينا نقول ان احنا ايه محتاجين نخزن اليوزرز دول جوه ستيت عشان اعرضهم عندي في اليو. فهعمل بالشكل ده كده. هقول له ستيت اسمها يوزرز، بعد كده ايه ست اليوزرز واحط جواها الداتا. تمام. طيب خلينا نعرض يلا في اليو اي اليوزرز. هعمل ايه؟ هماب عليهم. هماب عليهم واقول له ايه بالشكل ده. خلينا بقى نشيل الايتمز او خلينا سايبينهم عادي مفيش مشكله. تمام. طيب انا دلوقتي عندي الاسماء دي، الاسماء دي جايه منين؟ جايه من الاند بوينت، جايه من الاي بي اي بتاعتي. تمام. عرضتها بشكل الليست بالشكل ده. طيب خلينا اشرح لك الجزء اللي هنا ده. ده اسمه ايه؟ سكند بارامتر لليوزر افكت، اسمه الديبندنسي اري. لو انا حطيته فاضي معنى كده ان هو هيشتغل اول مره الكومبوننت ده بيماونت او بيرندر بس. تمام. بعد كده مش هيشتغل، وده اللي احنا محتاجينه في الكيس بتاعتنا. احنا محتاجين نجيت اليوزرز اول مره بس البيج دي بتلود، صح؟ صح. طيب في حالات تانية لا، انا محتاج ان انا زي ما قلت لك لما الكاونت مثلا يتغير نادي الاند بوينت دي تاني مره تانية. تمام. فساعتها هحط هنا الكاونت وباصي هنا الكاونت مثلا، كده مع كل كليك على الكاونت هيروح ينادي الاند بوينت دي تاني وهكذا. تمام. طيب في الحاله بتاعتنا زي ما قلت احنا عايزينه ايه؟ امتى الريجي. فهي دي اليوزر افكت باختصار. طيب احنا خلاص عملنا الجزء اللي هنا ده. ده كان تشالنج في السيشن، هسيبه لك تبص عليه وهسيب لك الحل بتاعه فين في السلايدز او في الديسكربشن بتاع الفيديو برضه. تمام. ده كان تشالنج وكان عليه جايزه. وبس ده الاتندنس ريسورسز، لو حد محتاج اي حاجه. شكرا ليكم وشكرا لوقتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.